عاوز تتكلم اتكلم برجليك، ما تتكلمش بلسانك. زي ما قلت الكوره في الملعب، فالنهارده هو هيستحمل الطلوع على المسرح. هو ده عالم كره القدم، تتكلم كتير ما تلعبش برجليك. تعالى بقى خد الشماعات كلها وخد كل النقد، لانه نقد مستحق ودرس ليك. النهارده تحس اللعيب معتزل بيلعب مقارنه بالموسم اللي فات. الواحد كان بيروح واحد لواحد وسرعته وارتداده وانطلاقاته. النهارده لا، عاوز تتكلم اتكلم برجليك، ما تتكلمش ببقك بس. فوز مستحق ومهم لريال مدريد كابتن ياسر. صحيح. هو صراحة مدريد دفع مهر نقاط هذه المباراة من خلال القراءة الأكثر من رائعة وإيجابية من ألونسو. تعامل مع المباراة بشكل مناسب جدا من خلال التشكيل المناسب، قراءته لطريقة لعب برشلونة، تخطيطه لنقاط برشلونة واستغلال نقاط ضعفه أفضل استغلال على كافة مجريات المباراة. رغم أنه بين الشوطين ذكرت أنه تأخر ريال مدريد سوف يصعب على نفسه المباراة، لأنه المجهود البدني اللي بذله في الشوط الأول وكذلك في بداية الشوط الثاني من خلال الضغط العالي على اللاعبين لن يستمر طوال المباراة، وبرشلونة ممكن أن يستغل هذا التراجع في مستوى البدني. ولكن يعني تفوق صراحة مدريد في جميع دقائق المباراة. أعتقد حتى بعد ضياع ضربة الجزاء فنيا قدم مباراة كبيرة، كان يستحق أن يكون مباراة وأن يلعب دقائق أكثر. ولو أن رودريجو أيضا يستحق دقائق اللعب. أنا كان عندي يطلع أرضه ونزل رودريجو ناحية اليمين ويخلي فينيسيوس ناحية الشمال. إنما هو ردة فعله غير مقبولة، لأنه هو قدم مستويات كويسة محمد. حتى قبل ما يخرج هو تحس إن هو فايق، فتديله المساحة. بالنسبة لي ممكن التغييرات، أنا ما عجبنيش تغييرات معظمها بتاعت تشافي ألونسو. تحس إن هو عاوز يحافظ على النتيجة دي يا محمد، وده الفرق ما بين ريال مدريد وبرشلونة لما بيلعبوا بعض. برشلونة لما بيحس إنه راكب بيكسب 4-5. ريال مدريد الأربع هزايم بتاع الكلاسيكو اللي ورا بعض مأثرين على اللعيبة نفسيا، فتحس إن اللعيبة التقدم 2-1 حلو، عاوزين نكسب وخلاص. لا، انت النهارده كان عندك فرصه تقدم سكور تاريخي، تكسب 4-5، تكسب 4-5، لانه برشلونه غايب منه عديد من النجوم ومش في حالته الطبيعيه، وبتلعب على ملعبك وفورمه النجوم بتاعتك عاليه قوي. فكر تجيب الثالث والرابع والخامس، هو ما بيرحمكش. الاربعه الكلاسيكو الاخرى 16 جول في أيوة. فالنهارده كان فرصه تاريخيه ليه. انما اقول ان كان المدرب محتاج انه يكسب مباراه كبيره يا محمد، لان فين الشكوك دخلت في ريال مدريد؟ مباراه اتلتيكو مدريد، ايوه، خسارته للديربي. الفريق تحس انه تاثر بعد الخماسيه، فيجي المدرب يجي يقول لك ايه، انا عاوز اكسب مباراه كبيره عشان اخد مساحه من الوقت وارفع الضغط عليا. لان انت في مدرب ريال مدريد تكسب ماتشات صغيره وتكسب ماتشات كبيره، دي ماتشات برستيج. ايه اللي خلى فليك دخل قلوب البرشلونيه انه كسب 4 كلاسيكو ورا بعض؟ فالنهارده لتشافي تحس ان هو محمد النقله من بايرن ليفركوزن لريال مدريد لسه مش قادر يعدلها او يوزنها شويه. انت ماسك فرقه كبيره ولازم التعامل مع النجوم تعامل مختلف. هو حتى الان لم يجد التوليفه الصحيحه للتعامل مع الدريسنج روم، لان الدريسنج روم بتاع ليفركوزن غير بتاع الدريسنج روم بتاع ريال مدريد. ريال مدريد تمشي شمالك يمينك قدامك نجوم، فلازم التعامل يبقى تعامل مختلف. شفت ان هو ردود الافعال في بعض اللعيبه محمد تحس ان في الفرقتين تحس ان هي اكبر من المدرب. فدي لازم نقطه نظام. انا رقم واحد، انا اللي احط التشكيله، انا اللي اغير، انا اللي ادير. حتى الان لم يصل الي الونسو، فربما الفوز في الكلاسيكو الاولاني يديله كريدت ويديله رصيد، لان الشكوك دخلت بعد خساره ماتش الديربي. حديث الكابتن محمد يقودنا. أراد أن يحمي الجهة اليسرى لأن كوندي ويامال تقدموا كثيرا، وكان يدرك بأن فينيسيوس يستطيع أن ينسى في بعض الأحيان ربما أن يتابع كوندي ويقوم بالتغطية، ولهذا أخرجه. ليس لمستواه، مستواه كان جيد، ولكن كما قال هو أراد أن يحمي النتيجة فعلا.